ابتلينا يا علي وصار الوطن هاته، وحتى بالحشد قصوها شهريته، مطمر عالسواتر والسحر والضيم، وابن الفايخة يهف على جمريته، قصوا راتبه وقالوا له ظل مطلوب، تقشف في الوطن باقوها ماليته، دخيلك يا علي رجع لنا قنبر يوم، بلكت بالحكومة تفيد شرعيته، قضاها البرلمان ويانا بس تصويت، وما ندري وقت يوقف بتصويته، كان بلا غطا هالسنة وسادة فلوس وحماية وكاميرات وخادم ببيته، هذاك ابن الشهيد يبيع علاقات، وابن البرلمان بدبي عصريته، مصوب بالحشد ما واحد يمر بيه، بس ابن السياسة هواي لوقيته، انه بالمصيبة اللي بالعناية ينام، فوق المرض ما لنهيبه خرجيته، ما خلصت بعتها ومن يموت ردود، يكتب له وفاة يطلب كراميته، فقير من يتمرض بالله وين يروح، لازم على العلاج يبيع كميته، ولو كمية ماكو بالشكر موجود، رئيس الدولة هذا شلون سويته دخيلك يا علي، حتى المعلم خاف من يطق له طالب ينهجم بيته، قدام المدرس قاموا يدخنون، والطالب يحط على الرحلة باقيته، منك لو حكيت ايش حدك تحاكي، تجيك قوام عمي شلون حاكيته، من قام الصدر قالوا علي مليش، ايش عده مقتدى والدولة حاميته، عم ابن الصدر من قام مو بطران، شاب الوطن كثرة وحراميته. عم دخيلكم يا البرلمانية حتى طيورنا صارت مجدية، شاهد الشعب يشتغل من الصردان، وانتم قوتكم سود وسمائية، بل ولي النشل ياخذ لحفنا جيوب، واحنا اللي النشل ياكل نومية، اللي يصعد برلماني يريد محروقات، واللي يوصل وزير يدور بنيه، ادري شلون بالله نفخخ التاريخ، صار الموت عندنا حكايه عاديه، البمريد قضوهم مو عراقيين، شنو ماتوا سبيل اهل النعيريه، طقهم بالغلط متوهم الطيار، اظل طيار نصافق لقوطيه، ادري سبايكر عبرة ذاك الصوب، شنو ذبحوا فخات 1700 بالحله البلابل طاحت بلا روس، والماتوا عدل 90%، الابراهيم جعفر على المنابر صاح، قوموا من الكراسي تحركوا شويه، يلعبوها قالوا خلصونا يا معودين، اذا بيهم خلل بدلوا الاشباهيه، اذا عندك مهاجم ما يشوف الجول المنحاطه وتصرف له شهريه، تظاهرنا وحكينا وقلتوا ما مقبول، وش دعوه الشعب هزته الصدريه، هذا اصلاح